خلصنا غدانا وجينا هنا بقى الواحد يستجم شويه بكوبايه الشاي بتاعته الحلوه وسط البط والفراخ والمعزات. في واحده حبيبتي كده من اجمل المتابعين عندي بصراحه بتقولي بحبك تصوري هنا. انا جيت النهارده اصور عشان خاطرك وعشان خاطر كل المتابعين. كمان سايبه لكم الصوت المفتوح، ولو سمعتوا اي صوت ما تزعلوش. المهم ان انتوا وحشتوني وربنا يديمكم نعمه في حياتي. اجمل عيله في الدنيا. متشكره جدا لكل الناس الحلوه اللي دخلت في حياتي. هنكنس دلوقتي وهنعمل شويه شغل حلوين. اتفرجوا على الفيديو، فيديو حلو لذيذ. وفرنا النهارده ودبرنا وعملنا غدا حلو خالص. تابعونا لاخر الفيديو وان شاء الله هيعجبكم. يا صباح الخير او مساء الخير، تابع ما حضراتكم بتشوفوني. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. النهارده زي ما حضراتكم شايفين انا عماله اوصف لكم في الوصفه الحلوه الجميله اللي عملتها النهارده او افتكستها. بصوا يا ولاد، وصفه خطيره ولذيذه وفظيعه، وبصدر فرخه واحد عملنا الصينيه الحلوه اللي هتشوفوها قدام حضراتكم دلوقتي. وكمان عملت جنبها رز بسمتي، وممكن نعمل البديل بتاعه اللي هو لسان العصفور، وعملته معاكم قبل كده على القناه. ربنا يديمكم نعمة في حياتي، أجمل متابعين في الدنيا. متشكرة جدا جدا لكل الناس اللذيذة الحلوة اللي دخلت في حياتي. لايك بقى واشتراك، وتعالوا نشوف الفيديو الحلو اللذيذ عملناه ازاي ومشينا يومنا الحلو طبعا ببركة ربنا وبالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شايفين الحلويات؟ بصوا هي كمان كانت طرية، وكانت مكنتش يعني قادرة استنى من حلاوتها كده، وكانت عمالة تبظ وتلظ وكانت خطيرة. نصلي على النبي ونبتدي اليوم الحلو اللذيذ بتاعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يومنا كله طاقة وحيوية وكله أمل وكله حب وكله نشاط. الحمد لله طلعت من الوعكة اللي أنا كنت فيها، أو خرجت من الوعكة اللي أنا كنت فيها. كان دور برد يا ولاد فظيع فظيع والله العظيم 3. الحمد لله رب العالمين. يا رب تديم علينا الصحة والعافية. وزي ما انتوا شايفين كده عمالين نجري ونتحرك، والحمد لله ربنا يديم علينا صحته وعافيته. حطوا لي بقى حته اللايك الحلو بتاعي. وبصوا هو اللايك انا يعني على ما اسمع كده ان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. تمام تمام. وكمان الاشتراك الصغنطوط اللي من ايديكم الجميله علشان خاطر العيله بتاعتنا تكبر. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. اول حاجه دخلت على الحمام طبعا زي ما انتوا شايفين، شغلت الغساله الشطوره بتاعتي. بصي بقى يا ستي، علشان ننظم يومنا ونظبطه كده، طبعا احنا في الشتاء دلوقتي وما يعني بصي، يبقى اول حاجه هنصحى من النوم عليها نشغل الغساله. لو في دور هنحطه في الغساله، ولو عندنا شويه همه ونشاط هنشغل الغساله الشطوره الحلوه بتاعتنا وبنشف في الاوتوماتيك زي ما احنا متعودين مع بعض. هنا كان عندي دور كده على المنشر زي ما حضراتكم شايفين. مسكته بقى، بحب اطبق الهدوم كده على السور وانا بلم الهدوم. ما بستناش لما احطها كلها على بعضها كده كوم، لا، بحب كده اطبقها بالراحه وبشويش كده على مهلي، مش على مهلي وانا بجري. والله العظيم انا مشغله الغساله وخرجت ما شاء الله كده، ولا حول ولا قوه الا بالله. قلت الم الدور اللي حضراتكم شايفينه ده من على المنشر. وكمان شايفين النعناع الحلوه الجميله بتاعتي كبرت وحلوت، ومحمد ابني ربنا يبارك في عمره هو اللي بصراحه هو اللي شايلها ومعتني بيها ما شاء الله كده. انا مبسوطه بها جدا جدا. يا رب تراضي الناس كلها وتوسع رزق الناس كلها يا رب العالمين. بدعيلكوا الدعوة دي من قلبي والله العظيم 3. هنا بقى بحب بخر البيت كل يوم علشان طبعا يبعد عننا اي اذى واي بلاء. شوية بولع للوحتين اللي حضراتكم شايفينهم دول او حتة فحم، وبنحط عليهم شوية ورق لورا وشوية لبان دكر. وللأسف لبان الدكر كان خلصان من عندي، بجيب ب5 جنيه من عند العطار بيكفوني يا ولاد، يعني شوية حلوين. تمام كده تمام كده. بخرنا بيتنا ومشغلين غسالتنا الحلوة الشطورة. وكمان الواد صاصي كان عنده تمرين يا ولاد علشان بتدرب كاراتيه، والبدله بتاعته لقيتها كده وحشه، وقلت الغساله الاوتوماتيك مش هتنضفها لي زي الغساله الحلوه الجميله اللي هي الشطوره. تمام تمام. صلوا على النبي كتير واستغفروا ربنا كتير، هتلاقوا اليوم حلو ولذيذ وماشي كده ببركه ربنا، ومش هتعرفي يومك ماشي ازاي. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ويا حي يا قيوم برحمتك اتوب واستغيث اليك. خليها دايما تحت لسانك. الحمد لله هنا كنت خلصت اول دور في الهدوم زي ما حضراتكم شايفين، وكمان حطيت دور تاني، وكمان بنشف الغسالة الاوتوماتيك، وسبت الغسالة شغالة ودخلت على مطبخي بسرعة بسرعة. عايزين كلنا نبقى ستات بيوت حلوين وشطار وزي الامارات كده ونشغل. زي دي وما بتعرفش تستخدم السلاح زي ما انا ما كنتش بعرف. كلنا زي بعض وكلنا بنتعلم من بعض. تعالي يا ملوكة. البتاعه دي اللي احنا بنركبها على السكينه بتاعت الكبه، ماشي، بنجيبها زي ما بنحطها اهو، وده السلاح اهو زي ما انتم شايفين اهو. بنركب. تعالي يا ملوك على ايدي اهو. شايفين يا ولاد اهو؟ شايفين؟ فاهمين؟ فاهمين.
حط الفيشه كده اهو، وانا بصي بتقطعي البصل كده جوانح اهون، وبعدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ونروح عاملين الغطا. ولازم الغطا عاليه ملوكه يبقى ايه كده، يبقى كده لازم نسمع التكه دي. تمام. تعالي هنا، تعالي تعملها بكام. بسم الله. اهو يا ولاد، عسل عسل مطبخي عسل. الشهر اللي تعبته يا ولاد خليني رجعت لورا كده ايه يعني، بس العيال كتر خيرهم برضه. بصوا بقى هنعمل ايه اهو، زي ما قلت لكم كده، اللي عندها الكبه دي وما بتعرفش تستعملها، زي ما انا اول مره تجيبها برضه ما كنتش عارفه هي بتستعمل ازاي. المهم زي ما وريتكم كده الشرح وطريقه طريقه الشرح بتاعتها بالظبط، وازاي تركبيها وازاي تشغليها. تمام تمام. هنا بقى عملت كمية بصل حلوة كده معايا، حوالي 3 بصلات او بصلتين كبار. عملتهم كده زي ما انتوا شايفين، بشر ناعم او زي شرايح ناعمة كده على السكينة بتاعة الكب. تمام تمام. مفيش كبة هنعمل على ايدينا وهتبقى زي الفل ان شاء الله. جبت معايا حبايه البطاطس، قطعتها كده زي ما انتوا شايفين هناك. وهنا معانا صدر فرخه حلو لذيذ، قطعته مكعبات، وهنعمل بيه الوصفه بتاعت النهارده. هنضربه في الكبه كده بسرعه بسرعه. مفيش كبه هنقطعه زي ما قلت لكم، هنعمله على المبشره هيبقى متلج نص تتليجه، وهنعمله هيبقى ناعم معاكي وزي الفل. جبت معايا مكعب زبده على شويه زيت، حسيت ان هما كتار، كانوا كتار بصراحه، على صدر الفرخه اللي انا ضربته كده ونعمته على الكبه جامد اهو زي ما حضراتكم شايفين. ولو في لحمه مفرومه ماشي احسن من الفراخ، وهي مش احسن، انا عايزه اقول لكم ان انتوا لو جربتوها بطريقه الفراخ بتاعتي دي ان شاء الله هتنبهروا بيها بجد. تمام تمام. فبحاول كده ان انا ادي للفراخ تشويحه حوالي ربع ساعه، حوالي 5 دقايق يا ربي. تمام. بشوح الفراخ كده حوالي 5 دقايق كده، وما بشيلش ايدي منها لحد ما هتديني القوام اللي انا هحتاجه دلوقتي. كنت بشر معايا كده بصلايه في الكبه، بشر ناعم مش الشرايح. الشرايح انا سايباها هنشوف هنعمل بيها ايه. اخدت نصها وسبت الجزرايه اللي هناك دي وشويه البصل علشان هنعمل بيهم الرز البسمتي. تمام تمام. شوحت البصلايه مع الفراخ حوالي كمان دقيقه، ونزلت بالبهارات بتاعتي. جبت معايا نص معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، وكمان مكعب مرقه، وشويه نص معلقه كركم، وورقتين ورق لورا. شوحتهم حوالي دقيقتين كده ورحت طافيه عليهم النار. تمام تمام. هنا بقى هنعمل مع بعض الرز البسمتي الحلو الخطير. وزي ما قلت لك لو مفيش رز بسمتي هنعمل اللسان العصفور بتاعنا، وانا عملته معاكم على القناه قبل كده. حطي لي لايك بسرعه، انا شايفه اللي ما حطيتش لايك واللي نسيت تحط اشتراك. ربنا يديمكم نعمه في حياتي، اجمل عيله في الدنيا. جبت هنا، انا باين هنكت ولا ايه مش عارفه. المهم ان انا جبت بصليه مفرومه او مبشوره، وعليها كمان جزرايه مبشوره، واديتهم تشويحه كده على طبعا مكعب زبده وشويه زيت سخنطتين. وبعد كده نزلت بالبهارات اللي هي بتاعت الرز البسمتي، وبعد كده اديتهم تشويحه، وبعد كده رحت ضايفه الميه بتاعت الرز البسمتي. وطبعا غسله الرز من اول ما ابتديت شغل معاكم، وسايباه يتنقع في الميه. تمام. على ما الميه بتاعت الرز البسمتي تغلي، جبت معايا مكعب زبده حوالي 3 معالق زيت، ونزلت عليهم باربع معالق دقيق لحد ما الدقيق اصفر معايا واداني اللون الحلو ده ونشم ريحته كده. بنروح نازلين بكمية اللبن بتاعتنا، الاربع معالق دي بياخدوا كيلو حليب او كيلو لبن. تمام تمام. انا هحتاج في الوصفة دي ان شاء الله كيلو حليب مش اكتر. وبحط عليهم كمان شوية الملح، لا اكتر ولا اقل بقى. بصي جربي البشاميل بطريقتي ان شاء الله هيعجبك وينول اعجابك. ما تشيليش ايدك من البشاميل، وخليكي شغاله بالمضرب كده او باي معلقه او باي حاجه، وان شاء الله مش هيتكتل معاكي. ولو اتكتل معاكي روحي على الخلاط بسرعه واديله ضربتين محترمين ولاد ناس، وروحي حطاه على النار هيمسك معاكي على طول. تمام تمام. هنا كان الميه بتاعت الرز البسمتي كانت غليت معايا، رحت نازله بالرز زي ما حضراتكم شايفين. والرز البسمتي بيحتاج ميه زياده، يعني كمان عليتين زياده عن الرز العادي. تمام تمام. حطينا له الملح بقى بتاعه والحاجات بتاعته ومكعب مرقه، وسبناه يعيش مع بعض. وكمان البشاميل اللي عملته زي ما حضراتكم شايفين. وهنا جبت معايا ما شاء الله كده شويه البصل اللي احنا عملناهم شرايح على الكبه، ضفت عليهم شويه ملح وشويه فلفل اسود، هنبهرهم وهنفضل نلفهم في بعض كده. طبعا دهنا الصينيه بتاعتي بشويه زيت او ماده دهنيه زي ما بتحبي، زيت زبده اي حاجه. تمام تمام. مقدار الصينيه دي زي ما حضراتكم شايفين كده هياخد كيلو حليب معايا. جبت معايا بطاطستين، حبيتين بطاطس، حبيتين بطاطس قطعتهم زي ما انتم شايفين كده.
عايزة الشرايح تبقى خفيفة ومش تخينة، يعني تكون وسط كده. وهننزل عليها بشوية الملح وكمان بشوية الفلفل الأسود، هنبهر البطاطس بتاعتنا. تمام لحد هنا، تمام لحد هنا. ونحاول واحنا بنحط الملح كده نخفف الملح بتاعنا، علشان طبعا احنا ضايفين على الفراخ بتاعتنا وضايفين على البشاميل، علشان الأكل بتاعك تحس كده ان فيه نسبة سكر وحاجات حلوة. المهم ما شاء الله نزلت بالفراخ بتاعتي على البطاطس وكمان طبقة البشاميل. عايزة اقول لكم ان الصينية دي ما شاء الله كده ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، هتكفي عيلة كبيرة وهتفيض منك كمان ان شاء الله. خطيرة خطيرة جدا جدا. والبشاميل ما شاء الله هنولع عليها النار من تحت فقط لا غير في الفرن الغاز، وهي هتاخد لون لوحدها من صهد الفرن. تمام تمام. هنولع عليها ونار وسط كده، ومش هتاخد معاكي اكتر من نص ساعة. فين؟ على في الفرن. زي ما حضراتكم شايفين نشرنا الحلو وخلصنا يومنا الحلو. وخرجت على البلكونة علشان خاطر احط صينية البطاطس بتاعتي. قلت على ما الرز ينشف من المية اللي فيه اكون انا خلصت كده ايه، سويت الصينية بتاعتي. تمام تمام. اخدت معايا حوالي نص ساعة عمالة اوصف لكم بقى في جمال الوصفة وحلاوتها وتركاتها وكل حاجة. بصوا بكيلو حليب عندنا يا ولاد، وكمان شوية صدر فرخة. عمل لنا صدر الفرخة طبعا مش بصي، هو انت لما هتيجي هتقسميه على اتنين، لو انت هتعمليه مثلا مع اكلة فراخ يعني ولادك الاتنين هياكلوه. تمام تمام. فاحنا بصي بصدر فرخة اكلنا العيلة كلها وعملنا حلوة، وصفة حلوة ولذيذة زي ما انتوا شايفين ما شاء الله كده. وعايزة تعملي جنبها بقى مكرونة، عايزة تعملي جنبها رز معمر، عايزة تعملي رز بسمتي، رز حباية وحباية، تبع ما انتي بتتذوقي او بتحبي الشيء اللي انتي هتحبي تعمليه. عايزة تاكلها بالعيش، انا عن نفسي اكلتها بالعيش كانت خطيرة جدا جدا ما شاء الله. مش عايزة اقول لكم على النكهة وعلى الفظاعة، كانت خطيرة والله العظيم ثلاثة. عاوزاكم تجربوها وعايزة اسمع رأيكم في الكومنتات. بحبكم جدا جدا جدا، بحبكم من كل قلبي. بصوا لان انتوا فعلا الحاجة اللي حصلت لي في حياتي، وربنا يديمكم نعمة في حياتي. زي ما احنا شايفين كانت خطيرة. المفروض ان انا كنت صبرت عليها شوية عشان اعرف اقطعها لكم قطع كده. بس بصراحة الواد صاصي كان عنده تمرين، ومحمد كان نازل الدرس، ومش عارفة انا عايزة اروح الجرن. زي ما انتوا شايفين كده بجري 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 بتصوري يا بنت؟ بصي يا ولاد، سيبنا الدنيا كلها، خلصنا غدانا وجينا هنا بقى الواحد يستجم شوية بكوباية الشاي بتاعته الحلوة وسط البط والفراخ والمعزات. في واحدة حبيبتي كده من أجمل المتابعين عندي بصراحة، بتقولي بحبك تصوري هنا. انا جيت النهارده اصور عشان خاطرك وعشان خاطر كل المتابعين. كمان سايبه لكم الصوت المفتوح، ولو سمعتوا اي صوت ما تزعلوش. المهم ان انتوا وحشتوني وربنا يديمكم نعمه في حياتي. اجمل عيله في الدنيا. متشكره جدا لكل الناس الحلوه اللي دخلت في حياتي. هنكنس دلوقتي وهنعمل شويه شغل حلوين. اتفرجوا على الفيديو، فيديو حلو لذيذ. وفرنا النهارده ودبرنا وعملنا غدا حلو خالص. تابعونا لاخر الفيديو وان شاء الله هيعجبكم. زي ما قلت لكم اتغدينا وخلصنا وجيت على الراحة النفسية بقى. كوباية الشاي الحلوة اللي بمزاجي اللي بحب اشربها هناك. وزي ما انتوا شايفين بنضف كده عشان خاطر المعزات وعشان خاطر الحصانة. هستنى مين يعمل لي. ربنا يدينا الصحة احسن من اي حاجة في الدنيا يا رب العالمين. بصوا انا ما بحسش بالراحة النفسية بصراحة الا لما باجي هنا الجرن عند البط والمعيز والحاجات الحلوة دي. والحاجات دي طبعا عايزة كل يوم نظافة وعايزة كل يوم مولية زي ما احنا شايفين. يا رب تدينا الصحة وتدينا العافية. حطوا له لايك بسرعة يا ولاد علشان شوية النشاط اللي انا عملتهم في اليوم ده. ولايك كبير لكل ست بيت حلوة ومحترمة وشايفة مصلحتها ومصلحة ولادها. وربنا يعيننا يا رب ويعين كل واحد على حاله يا رب العالمين. وعايزه اقول لكم زي ما بقول لكم كل مره ان انتوا الحاجه الحلوه اللي حصلت لي في حياتي. وادعوا لي كده ربنا يفك الكرب ويفك كرب كل محتاج يا رب العالمين. وكمان لكم بالمثل ان شاء الله. وحشتوني وربنا يخليكم ليا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم واكون بقدر اوصل لكم كده محتوى يكون مفيد وكويس. والنهارده بصدر فرخه عملنا وليمه حلوه ولذيذه. عايزين نوفر وندبر علشان خاطر ولادنا وربنا يخليهم لنا يا رب ويخلي لكل حد عزيز عليه.